أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إجاش وخيرات دنتان من لبرنامج هيهات من الذلة وحلقي تازة لحلقاتي أمرو إن شاء الله باس نماز كيمن نماز أو كسيلة هانا خزمة إمام حسين عليه السلام، هانا زيارة إمام حسين، هانا موكبيلي كوا تقديم خدمات كان أرى زواري المولى أبي عبد الله الحسين. طبعا قولي وارد أرى إمام حسين عليه السلام لأحد أصحابه وقتي وتبي يا ابن رسول الله قد حان وقت الصلاة لروج عاشوراء. إمام حسين عليه السلام وتبي ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. طبعا نمازي وزانين أنه عمود الدين ومعراج المؤمن هو الصلاة، والصلاة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى أوجبه على عباده. إيش نبي عمود الدين؟ لأن ركيزي مهمة لإسلام ولدين نماز، وأول ما يسأل عنه العبد هو الصلاة. فإما ديني من بعز زوار الإمام الحسين عليه السلام، بعز خزمتك لمواكب إمام حسين عليه السلام ديني نماز نيرن ترك نماز كردنا. فأيانا تشوف بيان بكي من مثلا فرا آيم هس إشي يوفر آيم ديرين جنج ديرين شباب ديرين مثلا هانا خزمة إمام حسين، هانا زيارة إمام حسين، أو ريكن لأربعينية أرى إمام حسين ولكن نماز نيكن روجق نيقرن مثلا. فأيانا عملي عن مقبول نية آية راسة أي قسنا هل إيمت يعني من مثلا قاويان بي من لمواكب مثلا لزيارة إمام حسين؟ لا أكيد لا، لأنه نا عقلا ولا شرعا تعني من إما يكي منع بكي من شو آيمي مثلا التزام نيري ولكن تشتي ترديري جنبي خاسي ديري مثلا آيما مثلا نماز نيكي رجقني يقري ولكن تشتي ديري كرم ديري مثلا مساعدي فقير وفقراكي عقلا شرعا إمن يتعني من بشي من في باب أي كار خاصة مكة نا أي كاري خاصة، بينما بابتي من إيمان نصيحتي بكي من بشي من كاكا جزاك الله خير أي كارده فرخاسة، بينما لازم كار خاستريش بكيد وليا إسات مساعدة فقيري كيد يتيمي كيد مثلا ريكي درا إمام حسين تقديم خدمات كي لمواكب إمام الحسين عليه السلام. ولكن أقر رجقنا ياشتيد مثلا هل إمام قبول كي أي تشتا تانا إمام حسين مثلا أراكو اشتريا كربلاء عليه السلام خوي أصحابي وأهل البيت لأجل الصلاة لور نماز وروجق لور عبادات لور إحياء دين بيغمبر صلى الله عليه وآله. فضرورية إنسان نصيحة براقي بكي، ضرورية إنسان نصيحة زوار إمام حسين بكي، ولو إما إن شاء الله لو أنا هو كاربوي من، ولكن الدين النصيحة. إيمان يتعني من كس منع بكي من، والله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي الأنفس، بينما حديث وارد هز لإمام مقان عليه السلام مثل الإمام الصادق عليه السلام إشي لا تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة أو بصلاته مضمون الحديث. مثلا بيغمبر صلى الله عليه وآله إشي ليس مني من استخف بصلاته، إشي من استخف نا إمام مثلا أصلا استخفافني أصلا ترك نماز كرديا. فچين چبي شي من في مثلا شي نصيحتي بكي من شي من أي نماز كي وبيغمبر شي من استخف بصلاتي ليس مني نماز كي، ولكن شا اهتمام نيري ونمازقي خاصة ترك نمازقت كرديده. فبايته وقتاي خزمة إمام حسين كيد، وقتاي زيارة إمام حسين كيد، وقتاي تشيد موكب خزمة كيد بايته نماز روجيقش داشتويد، لأنه قشت عملي شسا مربوطة وقضية نمازو. ولهذا إمام الحسين عليه السلام روج عاشوراء لكشتني جميق وسيانة شكن حمايي الإمام الحسين كان عليه السلام وبعض أصحابه تان مازقان خلاص بكن لو شدته لو روجه تن الحمد لله والشكر خدا نعمت دا سبيد عافية دا سبيد صحة دا سبيد يك كرامي دا سبيد خزمة إمام حسين كيد ري كيد أرى إمام حسين بايته وازل نمازقد ناريد. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام يريد أي مجاهدة هاوليا صحابي قال الروج عاشوراء أنه مجاهد يا روش نبي أبو ثمام الصائدي وتبي ذكرتنا بالصلاة جعلك الله من المصلين، كأنما إن شاء الله بيان كيمن
أنه مقام المصلين لجهادش برسترا، إما أحاديث ديري من إشي تشتي برزنية كجهاد برزة، ولكن مقام نماز لعله أكثر برسترا لجهاد. إن شاء الله دعاء فاصلة هاي من خزمتان. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي من خزمتان والقضيين ما زاوتي من الإمام الصادق عليه السلام. أيضا حديث الترديري شيء ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم سلام الله عليه عندما قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقضيين ماس قضيتي فرا مهمة، قضية وصية بيغمبرانا، وصية الأئمة عليهم السلام. فبايت نك آيام تركي بكينا بل حتى استخفاف وبي نكيد. إشي روجي بيغمبر صلى الله عليه وآله لمسجد نشتي بياوي هاتا ناو مسجده نماز كرد، حديث قيشي قام يركع ويسجد كأنما ينقر كنقر الغراب، إشي من بيما قلايسية مثلا أو دالو، وهكذا أنه ديني دي وقتاي ودنيك لا زيقدي. إشي بيغمبر صلى الله عليه وآله مضمون الكلام والحال وبينا خوش بيا وتيا أي استخفافة ونماز أنه أي وقتاي بمري لا ملت منية. حديث قال وائشي قال صلوات الله والسلام عليه وهو جالس فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلوات الله والسلام عليه نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. شو لبان دين منية أي استخفافه ونماز. فباباي من أنه إموتي من آيم هسترك نماز كرديا بايته مقيت خويب، وخاصة لي رجيل الإمام الحسين عليه السلام، وبزاني أرى إمام حسين كشترياس خاصة باباي من بان قسي صلوات الله وسلامه عليه وقتا وتا رفيق قيل رجع عاشوراء أنه ذكرتنا بالصلاة جعلك الله من المصلين. أي صحابي جليلة ساعاتي كم تر يا ابن رسول الله كشتري أنه خوي وتبيان أنه أمرو كزدان يمين فأرى وتبي جعلك الله من المصلين. أي طبعا أيضا قسيها باني إشي وقتها إمام حسين عليه السلام وتبي ذكرتنا بالصلاة وجعلك الله من المصلين تواي يك منح مقامي بكي مقام المصلين. ولهذا إشي أنه مقام المصلين يارون ماسكن مقامي فربرزة. ولهذا قرآن كريم شي بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يق مقام برزك مقام المصلين. ولهذا إمام حسين عليه السلام زاني أنه أبو ثمام الصائدي دوايتو زيتر شهيد بو، مع ذلك وتبي جعلك الله من المصلين تواست بشيغبي من توام أي مقام بمبيد مقام يارون ماسكن. فإما بايته وك أبو ثمام الصائدي أولا تذكير خمان بكيمن والنمازة اهتمام بكيمن ونماز وخد نماز خمان بزاني من وقتها من السفر وقتها من حضر مثلا نماز زمان تشينا مثلا قصرة مثلا أو تمام مثلا. ولهذا أيضا فقهيا بايت آيام بزاني وقتها شوق زيارة إمام حسين عليه السلام أنه وقتها يدرشو لوطن خوي لشين خوي بايت بزاني فرا آيام هس امرو شونا زيارة مثلا نيزاني نمازي مثلا قصرة أو نمازي مثلا تماما. فأي تشتري لبايا بفرسي لباني بشبابا من نمازقا مثلا قصرة أمرو وقتها يدرش ملخانقين شمرا زيارة وقتها يتيامو مثلا. وهكذا بقية الأمور الفقهية بايتها إنسان مقيت خويبو أولا لنمازي
لأن وتمن أنه عمود الدين. ثانيا بقية العبادات أيضا اهتمام بكي قباني واستفادة بكي لي برنامجي المباركة لمجالس الإمام الحسين عليه السلام لزيارتي وقتها شوغا زيارة لولا آيام ديني عالم ديني بشري لهس أول جاهات ناس زيارة توان أيضا بفامن لعله تنلليد برسن مثلا أو تن ببرس برسيار كردن عيبنية وقتها هيك تشتي نزاني عيبنية بس وقتها ببرسي أو وقت استفادة كي لا قضية إمام حسين عليه السلام. فبايت إنسان ومن خلال أي قناة مباركة أنه بزاني مثلا أمور ديني بزاني وببرسي أنه برسيار بكيد عيبنية آيام تشتي نزاني عيبة فوقتها تبرسيار كيد عيبنية بزاني روجو نماز خد مثلا بزاني أمور ديند قشتي ببرسيد لباني. إن شاء الله هاي من خزمتان لحلقات ولا هيهات من الذلة. وصلى الله على محمد وآل محمد.